السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا ابطال ثالثه ثانوي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الفيديو بتاعنا انا جايه اقول لك فيه ايه افضل وقت للمذاكره وازاي تقدر تلم اي ماده في 4 ساعات بس. يلا نبدا ونشوف هنعمل ايه. هنبدا دلوقتي بالمذاكره وايه افضل وقت انت ممكن تذاكر فيه وايه الوقت اللي الحصيله بتاعتك هتكون احسن حاجه. انا من خلال تجربتي الشخصيه ومن خلال ان انا كنت في ثانويه عامه زيكم، انا ذاكرت في جميع اوقات اليوم. ذاكرت الصبح، ذاكرت العصر، ذاكرت بالليل، ذاكرت الفجر، ذاكرت في كل الاوقات حرفيا. بس ما كنتش بلاقي الحصيله بتاعتي كويسه غير بعد صلاه الفجر. كنت بصلي الفجر وبعد كده بفتح المصحف اقرا صفحتين 3 4 سوره لحد ما احس ان انا مرتاحه نفسيا وبقيت مهيئه ان انا اذاكر وان انا استقبل معلومات. ابدا سمي الله كده وابدا ذاكر، بعد كده هتلاقي معاك الدنيا بقت تمام. الحصيله بتاعتك بتكون كويسه من بعد صلاه الفجر. هتحس ان انت فاهم ومدرك وعارف انت بتقول ايه، لان انت اصلا كنت نايم وصاحي من النوم شايف انت بتذاكر ايه. عقلك مستوعب، عقلك لسه في البدايه كده. طب اول ما ابدا مثلا بماده صعبه، ما تبداش بماده صعبه ابدا. هتقولي طب ما انا لسه صاحي وفايق وهقدر ان انا الم اي ماده في الوقت ده. مش هتقدر تلم حاجه الصبح في الوقت ده. ابدا بحاجه سهله انت بتحبها. حاول تدي لعقلك اشاره ان انت خلاص هتبدا تذاكر علشان يبدا يركز معاك. خلاص انت بقى عقلك دلوقتي بقى مدرك ان انت بتذاكر، وبقى مدرك ان انت بدات تلم اي ماده، والماده اللي انت بتذاكرها عقلك بقى مركز معاك فيها. خلاص بقى هات ماده صعبه مثلا زي الرياضه، اي ماده. هتقولي طب ما انا لما ابدا بالرياضه هكون الدنيا كويسه معايا وهقدر الم بسرعه. بالعكس، انت لو بدات ماده سهله هتبدا بعد كده ماده صعبه، هتبدا تصعب تدريجيا. هتلاقي المعلومات جايه معاك، هتلاقي ان انت قادر ان انت تشتغل، قادر ان انت تلم معلومات. هتلاقي الدنيا بسيطه معاك بصراحه. بعد صلاه الفجر الوقت بيكون فيه بركه جدا جدا بجد. بدل الساعتين او الاربع ساعات اللي انت هتذاكرهم بالليل، من بعد صلاه الفجر هيكون الوقت متاح ليك بكل الاشكال. طب تعالى بقى ازاي تلم اي ماده في 4 ساعات. 4 ساعات بس هتقدر ان انت تلم اي ماده. بس الفيديو ده او الجزء ده هيكون مخصص لاي حد لامم المنهج. طب انا لو لسه ما بداتش اي حاجه بس سمعت الشرح بتاع المدرس، هقدر امشي على اللي انت بتقوليه؟ هتقدر تمشي على اللي انا بقوله وهتقدر تمشي كويس جدا بجد. ازاي انا هذاكر الاربع ساعات دول؟ نفترض مثلا انا كطالب اهو، طالبه في الجامعه، انا مش عارفه الم الماده، او طالب في ثانوي اولى وتانية ثانوي اللي هم لسه امتحاناتهم بعد فتره قليله. طلبه زي دول في مواد كتير متراكمه معاهم. هنيجي لثالثه ثانوي، ماده مثلا انت مش عارف تعمل فيها ايه، او ماده واقفه معاك، او ماده انت كنت لسه مخلصها وهتبداها من جديد بس عايز بقى تبداها بسرعه، اللي هو خلاص تنجزها. انت ذاكرتها على كذا فرع او على كذا جزء، عايز تلمها مره واحده. الطريقه دي هتكون مناسبه معاك جدا. طب انا هعمل ايه في الطريقه اللي انت بتقولي عليها دي؟ انا هشوف فيديو او فيديوهين ملخص الجزء كله، سواء انت هتذاكر فصل في المنهج، سواء هتذاكر فصلين، هتذاكر فرع، هتذاكر ماده، هتذاكر اي حاجه. هتشوف فيديوهين 3 للجزء ده. طب انا خلاص شفت فيديوهين 3، اقفل الكتاب. بس وانت بتذاكر او وانت بتشوف الفيديو ده حاول تحط بوينت كده على كل نقطه. هو اكيد هيبقى بيقولك النقطه دي مهمه، النقطه دي مهمه، النقطه دي مهمه. حاول تحط تحتها هيدلاين كده، حط تحتها خط، حط تحتها اي حاجه بحيث ان انت تبقى معلم الافكار الرئيسيه ان انت لما تيجي تذاكر هتذاكر عليها. خلاص خلصت اللي وراك، قوم شوف دروسك، شوف في الجامعه بتاعتك مطلوب منك لازم تعمله. خلاص انت خلصت كل اللي وراك والساعه بقت 12 واحده، مش مشكله، نام. نام واصحى اذان الفجر بالظبط. اول ما تصلي الفجر ابدا اقرا قران، وبعد كده ابدا ذاكر اللي انت لخصته. الدنيا معاك هتكون ابسط بمراحل لان انت كنت مذاكر قبل كده. يعني معاك 50% من المنهج، معاك 50% من الشرح. هتقدر ان انت تزود عليه بقى بالمذاكره، وانت كده كده كنت معلم على العلامات اللي انت هتقف عندها او اللي انت هتجيبها اصلا علشان تبدا بيها على طول، او دي الحاجات المهمه او الحاجات الاساسيه في كل فصل او في كل فرع او في كل كتاب او اي ماده هتبدا تشتغل عليها على طول. ساعه ورا ساعه ورا ساعه ورا ساعه هتلاقي نفسك قفلت المنهج كله. ودي تجربه انا مريت بيها وجربتها وعارفه انا قدرت ازاي اوصل بدايه ان انا اخلص ماده كامله تعدي صفح كتير جدا فوق 300 صفحة، وقدرت ان انا اخلصها في وقت. انت خلصت والدنيا ظبطت معاك وخلصت المذاكرة، اقرأ عليها بقى مراجعة سريعة كده. هتلاقي معاك لو حسبت تايمر جنبك هتلاقي 4 ساعات هتكون لميت المنهج، لان انت اصلا القاعدة الاساسية بتاعت المادة اللي انت اصلا بتدعمها بالافكار او بالمعلومات الزيادة بس مش اكتر. انت كنت سمعت شرح ليها قبل كده، واكيد الذاكرة لسه متخزن فيها معلومات، لان حتى لو ذاكرة قصيرة المدى مش تلحق تنسى المعلومات منها.
ما تنساش تعمل لايك وشير سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس وتعمل شير لكل صحابك علشان تفيدهم زي ما انت استفدت. وقولوا لي عايزين ايه مني الفيديوهات الجايه واكتبوا لي في الكومنتات وان شاء الله انا هرد عليكم كلكم. ولو اي حد محتاج ان هو يتكلم معايا يبعت لي على التليجرام وان شاء الله هرد عليه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.